حنا الان تحديدا في مدينه صفرو. بطبيعه الحال مدينه غنيه بالطبيعه ديالها والموارد المائيه، واليوم دخلنا للغابات ديالها في العمق، الغابات ديال مدينه صفرو، يعني كنقصدوا سيدي علي بوصرغين وما فوق. غادي نمشيو ان شاء الله نكتشفوا براج إحيناجن، وغادي نشوفوا الموارد المائيه اللي متواجده تما. خليكم على القرص. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ترافل ويز أيوب. كما عودناكم مغامرات وسفر وسياحة. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غنتكلموا على هذا المكان بالضبط في سيدي علي بوصرغين، وغالبا غادي نمشيو ان شاء الله غنطلعوا البراج ديال إحيناجن وغنوريكم بزاف ديال التفاصيل تما. خليكم معنا وتعمدت باش ناخذ هذه التصويره من هنايا. صراحة أجمل مكان في المغرب. اليوم غتعيشوا معنا مغامرة كما وعدتكم في القناة، هي خاصة بالسفر، اكتشاف والمغامرة كذلك. ها انتم اخوتي، قبل ما نوصلوا للهدف ديالنا، يعني داك الاماكن الجميلة، ضروري من واحد الصعوبات. والصعوبة الاولى هي هاد الطلعة هادي. ها انتم كما كتشوفوا الطلعة خصنا نتجاوزوها عاد نوصلوا للمنطقة اللي باغيين حنا نشوفوا. الدراري الدريات، النصيحة ديالي لكم هي انكم تبقى تخرجوا يعني مرة في السيمانة باش ديروا الرياضة. ضروري. ها انتم كتشوفوا هاد العقبة اللي طلعت، الا ما كنتيش سبورتيف راه صعيب باش تطلع، يعني مره او جوج مرات في السيمانه. هنا غادي يعرفوني غير الناس ديال صفرو في هذه البلاصه بالضبط، في هذه الشجره. ها هي كنا الناس ديال السبور غادي يعرفوها. كنا كنشدو دوك لي زانو ديال اليدين، داك الدائرات اللي كنعلقوهم هنايا وكنتعلقوا فيهم. هنا كنا كنلعبوا كنتعلقوا في الشجره شحال هادي فاش كنا صغار، ومازال ان شاء الله مازال صغار. في هاد البلاصه هادي كنا كنشعلوا فيها العافيه وكنديروا شويه ديال السردين والطواجن. النهار الحد والسبت كتكون عامره بزاف. هنايا كيكونوا بزاف ديال الناس، يعني سواء من صفرو ولا السكان المحليين ولا الاجانب، وحتى يعني في جميع المدن المغربيه كيجيو لهنايا وكيدوزوا واحد النهار زوين. يعني كتلقى ديك البلاصه عامره كامله. هاي لهيها كيكون واحد الباركينغ عامر بالسيارات، والناس كيجيو من البلايص كامله. يعني من بعد نمشي ديال تقريبا 45 دقيقه، يعني وصلنا للنقطه الاولى فقط. يعني يلا وصلنا للقمه ديال سيدي علي بوصرغين، وها هو كتشوفوا هنا الشاطو. ولهي في هذه النقطة هذه كاين الكريانات، يعني مقالع الرمال. غادي نحاولوا نقربوا شي شويه عاوتاني النقطة الموالية. الخوت هانتوما كما كتسمعوا، يلاه تلاقيت واحد السيد، وكانت الصدمة الكبرى هي ان البراج خاوي، يعني كيصفر، ما فيه حتى نقطة ديال الماء. الله يرحمنا بالشتاء، الله يرحمنا بالشتاء، والله يدير الشتاء ويدير الخير. بزاف ديال النقاط ديال الماء يعني ما بقاش، سواء جزئيا او كليا ما بقاش فيها الماء. وهذا الشيء يعني بالرحمة ديال سيدي ربي، وكنتمنى ان شاء الله الشتاء طيح وتعمر هاد السدود. الدراري والدريات في المجموعه ديالي اولا في القناه ديالي، عارفكم كتسائلوا على الاماكن يعني اللي غنقدروا نديروا فيها لي تريب والرحلات والتخييم الى اخره. طبيعه الحال بما ان القناه ديالي على اليوتيوب الاسم ديالها هو ترافل ويز ايوب، فهي بطبيعه الحال خاصه بالسفر والمغامرات والاكتشاف الى اخره. وهذا الشيء علاش كنقول لكم هذه البلاصه اللي رحنا فيها بالضبط، يعني سيدي علي بوصرغين، الغابه ديال سيدي علي بوصرغين، مدينه صفرو. فهي واحد المنطقه زوينه، ممكن دير فيها يعني لاطون ديالك ودير الشوايه وطيب الى اخره. لي زاكتيفيتي كاملين اللي كيديروهم الناس ديال السبور هنايا متوفره. مرحبا بكم هنايا في المدينه ديال صفرو، وانا متاكد غدوزوا واحد الوقت زوين زوين بزاف. الناس الهواس ديال يعني ديال التريب، جيب الساكادو ديالك ولاطون ديالك ومرحبا بك في هذه البلاصه. واحد الجو زوين مكالمي، والشجر داير بيك، الاكسجين، وواحد الانرجي بوزيتيف، وغترجع ان شاء الله لداركم مرتاح. حنا الان في هذه النقطه هذه اولا في هذه القمه هذه، ماشي قمه كبيره ولكن نقدروا نعتبروها قمه. يعني ماشي بالسهل باش نجيو لهنايا وتكون حدانا هذه الاطلاله ديال مدينه صفرو، هي ماشي بالسهل. طبيعه الحال كتاخذ واحد الوقت طويل، واحد الساعات ديال المشي، واحد ماشي غير ساعات ديال المشي فقط، وايضا الجهد، كياخذ منك واحد الجهد باش انك توصل لهذه النقطه. ولكن في الاخير الهدف، يعني فاش كتوصل للهدف ديالك كتحس بواحد الراحه، واحد النفسيه.
زوينه بزاف، حيت كتوصل لهاد النقطه وكيكون واحد الاحساس جميل، واحد الطاقه كتكون يعني بلا ما نوصف لكم بزاف، لان هادشي راه يعني خصك تكون هنايا باش تحس بالاحساس ديالي. الدراري شوف انا والدري جايين دابا، ولقينا واحد الكهف هنايا، واحد البلاصه غريبه صراحه. غادي نمشيو دابا، كنا دايزين من الفوق الخوت، ولكن فاش شفنا هذا المنظر قلنا راه ضروري نهبطوا. هو الكهف هنايا، خليكم معايا. ها انتم الدراري، راه ليه غادي دابا نهبطوا نشوفوا شنو كاين. ها انتم كتشوفوا في الفوق، من الفوق كيبان بحال الكهف، ولكن فاش جينا هنايا غير شي حفاري. المهم نقدر نقولوا راه بحال الكهف ولكن ماشي كهف. هاني الدراري كتنطيح. ها انتم هنايا عاوتاني، انتم دوي حفاري دزنا على الكهوف قبيلات ما صورناهمش. هادو غير حفاري يعني ديال هاد. ها انتم شوفوا الخوت، شوفوا الحجر كي داير هنايا. الجاب ما يطلعنا دابا في هاد الطلعه هادي. دابا هبطنا غير باش نوريو لكم هاد الحفار اللي كاين هنا وهاد الكهف هذا. الجاب ما يطلعنا دابا حتى للفوق. ماشي مشكل، غادي نطلعوا ضروري، هادشي عندنا ساهل بزاف. ما عرف صاحبي فين وصلوا. انا عارف زاري هاد النهار في الطلوع والهبوط في الجبال الخوت، من بعد ما ضربنا واحد مده طويله، واحد الطريق طويله ووقت طويل باش نوصلوا لهاد ودقاي. ودقاي يعني الساقيه ديالو الفوقاني، يعني غنبقاو ماشيين مع الطريق تنلقاو واحد البلاصه اللي نقدروا نجلسوا فيها ونرتاحوا فيها ونشربوا فيها الماء بطبيعه الحال، ونجلسوا نصوروا لكم هذا الماء. ها انتم هنايا كيبان لكم شويه، ولكن غنقربوا ان شاء الله ونوريكم التفاصيل. اجمل مكان على الاطلاق، داير بيا الحجر ودار بيا الجبل. ها انتم كتشوفوا من بعد ما طلعنا اولا منين هبطنا بداك الجبل راه الفوقاني، قلت زعما غنهبطوا نيشان ما غنلقاوش شي صعوبه، ولكن فاش هبطنا لهذا الجزء هذا كنتصادفوا بالمنحدر هنايا، يعني صعيب باش نهبطوا على رجلينا من هنايا، وبالتالي غنحاولوا نضربوا دوره من لهيه. غادي نحاولوا نضربوا دوره من هنا باش نهبطوا لذاك الواد راه ودقاي.
واخيرا وصلنا لوداكاي. كما كتشوفوا هذا الشلال الصغير ماشي هذا هو الشلال ديال صفرو، هذا كاين فرق ما بين الشلال الكاسكاد ديال مدينه صفرو ووداكاي، هذا بوحدو والاخر بوحدو. ها انتم كتشوفوا تبارك الله خوت المياه، ها انتم شوفوا هذا المنظر الجميل تبارك الله، وهنايا الطبيعه. الدراري احسن بلاصه دوزها هي تجيب هنايا وساده وتفرج شي حاجه وتجلس في الطبيعه تبارك الله الويمينه. بطبيعه الحال صديق دريس كنوجه تحيه كيصور. القناه ديالي هي هذه ترافل ويز ايوب. كنتمنى انكم ديروا لايك وسبسكرايب وما تنساوش التعاليق ديالكم لانها زوينه كتموتيفيني مزيان باش ندير لكم فيديوهات جديده. تهلاو في راسكم.